فتحت له الباب ودخلته، وأول ما دخل قال لي: سلامتك يا خالته. لف سلامه. أمي قالت لي: إنك تعبانه قوي. إيه اللي يوقفك؟ طيب خشي خشي، افتحي جوه على سريرك. قلت له: والله مش عارفة أقول لك إيه، ظهري بيوجعني بطريقه غريبة. قال لي: طب ما فيش إيه علاج؟ قلت له: هو المرهم ده بس مين هيدهن لي بيه؟ أنت عارفا يعني ما فيش حد هيعرفه يدهن لنفسه ظهره. قال لي: طب تعالي 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 ادخلي معايا من الأوضة وأنا هعمله لك كده بنفسي. كنت مكسوفة منه، شاب وخلاص على وش جواز، لكن تعبي والوجع اللي كنت حاسه به. قلت: خلاص ما ادهاش بقى. فعلا دخلت الأوضة ونمت، لكن لقيته بيقول لي: لا يا خالته، نامي على ظهرك. قلت له: إزاي بس وأنت المفروض تدهن ظهري؟ قال لي: اسمعي بس اللي بقوله لك أنت. شكريه عندي 43 سنة، متجوزه بقي حوالي 15 سنة، وجوزي على قد حاله كان طول الوقت بره البيت، وكمان أن طول اليوم جوه البيت قافل. ها على نفسي ولا بروح ولا باجي، بالرغم من اللي يشوفني ما يدينيش أكتر من 25 سنة، وكل جيراني ومعارفي يقولوا لي: إزاي وافقتي على قوله واحد زي كده؟ إزاي بس ده؟ أنت كنت تتجوزي جواز أحسن من ده بكتير. لكن أنا كنت دايما بقول النصيب، وعشان كده بصراحه كنت بخدم وان حمل ما كنتش عايزه أربط نفسي به. أصلا أنا كنت حاطه في حساباتي إني أكيد هيجي اليوم، إلا وهو فيه نصيب بعض مرة السوى نين. وبصراحه لقيته راجل طيب معايا، لكن في الأمور الزوجية مش طيب خالص، وما فيش أي حقوق منه بخدها. يعني ممكن الموضوع ده يحصل مرهه كل شهر، وده لو حصل أصلا وبعد خناق وحاجات كتير علشان كدي زحقت من العيشه معه. وقلت له بقول لك إيه، وما ينفعش يجي على آخر الزمن نروح المحاكم ونقف قصاد بعض. قال لي: إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ قلت له: اللي بقوله لك لازم تسمعه. طلقني، وأنا طبعا أول ما اتجوزته اشترطت عليه يكتب للشقه باسمي، بصراحه مش عارفه إلا هلاني يعمل في نفسي كده واتجوزه. المهم فضل يتحايل عليا إنه هيغير من نفسه، لكن أنا خلاص كنت مقرره، والموضوع تقفل وفضنا على الحال ده. لحد ما قررنا خلاص أننا ننفصل. قال لي: طب أنا هروح فين؟ أنا ماليش مكان غير هنا. قلت له: يا حبيبي، أنا ما عارفش تروح فين ولا تيجي منين، المهم طلقني. وفعلا طلقني وسابني وفضلت أنا أقعده في البيت لوحدي. ومن وقت للثاني كان ابن أختي بيجي يسأل علويا من ابن أختي الشاب، كان لسه ما التجوز، لكنه كان في عمر الجواز. كانت دائما إمه تقول لي: قعديه معاك شويه وعقليه وتكلم معاه، لكن بصراحه راحه الواد ده. كل ما كان يجي عندي كنت بتعب نفسيا وبيحة برفاني كده مقولة كوش بتخليني مش على بعضي، وابقى بصراحه مش عارفه يمسك إعصابي والآقي نفسي أتحجج له باي حاجة عشان ينزلوا ويمشوا. يا من عندي وأنا بقى أقعد أفكر في نفسي هعمل إيه. أصل بصراحه ما كنتش ملمومه على بعضي، كان نفسي قوي في أي حاجة يعان من الموضوع ده. ما كنتش عارفه أعمل إيه، حتى لما حاولت أنا الموضوع ما جابش نتيجة واضح كده. إني عايزه عسكري يكون واقف طول الوقت، وما كنتش عارفه أعمل أيه ولا حتى أجيبه منين. لحد ما في يوم قمت من النوم وظهري كان تعبني جدا، ما كنتش عارفة حتى قلق حتى لنفسي يحاول أقوم كده وتحرك. يمكن نمت غلطا ولا أي حاجة، لكن ما كانش فيه فايدة.
مهما أعمل وساوي برضه ما فيش فايده. وفضلت على الحال ده. لقيت بعد الظهر أختي بتكلمني، قالت لي: ما لصوتك؟ شكلك تعبانة. قلت لها: يا أختي والله. وحكيت لها أيه اللي حصل معايا. قالت لي: هو وصف لك دكتور إنما أيه شاطرا بشكل ما أقول كيش. وفعلا وصفت لي الدكتور ورحت له، وكتب لي على مرهم وحقن وحاجة هذه كده. وروحت البيت. واضح أن أختي قالت لابنها علشان كده يا دوبك روحت البيت وقعدت شوي. لقعدت شوي لقيت جوز الباب بارن وول ما فتحت لقيته بيقول لي الكلام اللي قلته لكم في الأول. ما عرفش بقى أيه اللي خلاني اسمع كلامه. ودخلت معاه الأوضة علشان يدهنوا لي المرء هم، لكن بدل ما أنام على وشي عشان يدهنوا لي ظهري لقيته بيقول لي: لا نامي نامي على ظهرك يا خالته. قلت له: إزاي بس وأنت المفروض تقع دهن ظهري. قال لي: اسمعي بس اللي بقوله لك. وانا غمضا عيني لقيته بدأ يمسك أيدي الاثنين وبدأ يربطهم بقمار في شفاية، وقال لي: استني يا خالته هند دلوقتي هعمل لك الحاجة اللي تخليكي مرتاحة بيها طول العمر. أنت عارفه التعب اللي عندك ده مش عشان ظهرك. لا. قلت له: إيمال عشان إيه؟ قال لي: عشان بقاك فتره بصراحه كده. أنا عارفة كل حاجهم وبسمع قومي وهي بتتكلم معاك. والنهاردة بقى أنا جيت عشان أخليك مرتاحة على طول. وكل ده وانا مغمضه عيوني ويديا مش عارفه. طبعا أحركها. قلت له: أنت ناوي تعمل أنت كيد اتجننت يا واد فجاه ما أقول الكوش بقى على اللي حصل لدرجه أن أنا صرخت مرة واحدة وقلت له: إيه يا أنت عملته؟ أنا دلوقتي هخلي كل حاجهم كويسين. ولقيته بقى لقيته شغال فوق وتحت ويمين وشمال. وانا بقى رحت في دنيا غير الدنيا ولدرجهم. أنا كنت حاسه أن أنا بجد بحلوم موده مش حقيقي أصلا. اللي كان بيحصل ما كانش طبيعي إبداع. لكن بصراحة هو عارف إذا يخلوني مبسوطه. واليوم ده ما كنتش عايزاه يخلص. إيه نعم ما كنتش مبينه له ده. لكن برضو اللي كنت حاساه حاجه فوق الخيال ما تتصفش. وفضلنا على الحق لدهي طول الليل لحد ما الساعة عدت لحوالي 3 الفجر. وبعد كده لقيت أختي بتتصل بيا. قلت له: طبا فك أيديا. هردوا عليها قالوا لقولي لها أن أنا بيت عندي ونايم من ساعه ما جيت. وفعلا رديت على أختي ولما سألتني عليه قلت لها: ده هو وجاه عشان نطمن عليه. أوعي بالي ما دخلت عملت حاجة نشربها طلعت لقيته نايم على التنبي سيبيه عندي بقى للصبح. وقفلت أختي وهي مطمنه على ابنها. لكن أنا ما بقتش عارفه أعمل في نفسي إيه. علشان كده جيت لكم وحكيت لكم قصتي وأنتم تفيدوني وتقولوا لي أعمل إيه والتصرف إزاي. أنا خلاص ما بقتش عارفة أفكر. يا ريت في أسرع وقت تقولوا لي على حل أعمله وأنا متأكده أن أنتم هتفيدوني وتقولوا لي أعمل إيه والتصرف إزاي.